السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم المفضلة قناة يوميات مربي ضياء القلاوي. النهارده إن شاء الله بإذن الله هكلمكم عن خلطة الوزن أو الخلطة الطريقة اللي احنا شغالين بيها، اللي بتشوفوا فيديوهات على الفيس واللي بنشرها على القناة. الناس اللي بتطلع أوزان ممتازة وشغل محترم الحمد لله، وبتوفر في العلف كتير أوي. أول حاجة يا جماعة قبل ما نتكلم عن الخلطة نفسها، الفرخ نفسه محتاج عشان يديني ياكل علف يديني بيه وزن وما يضيعش حاجة وما يهدرش حاجة من العلف. محتاج ان يكون صحته كويسة، صحة جيدة. فانا اهم حاجة ان انت تحافظ على الفرخ بتاعك نفسه، وبعد كده نتصرف نشوف موضوع الخلطة. طيب لا قدر الله انا قابلتني اي مشاكل بقى والفرخ صحته مش مساعداني او كده، اولا انت لازم تظبط درجة حرارة كويسة وتهوية كويسة يعيش فيهم. تهيأ له بيئة مناسبة يعيش فيها، وتكون محافظ عليه تحته نضيف وفوقه جو نضيف. يبقى كده المكان تمام، مكان يصلح ان انت كشخص تقعد فيه تبقى مرتاح نفسيا. مش لا مؤاخذه انت قاعد وتحت رجلك ميه ولا سبله ملزقه والكلام ده، لا تشيل ده كله دايما باستمرار وتغير او تزود وتخلي مكانهم تحتهم نظيف دايما. كمان هتقدر تفتح لهم تهويه، لان الكتكوت محتاج نسبة أكسجين كتير قوي علشان تساعده في الهضم، تساعده في الحركة، تنعش القلب، تنعش التنفس، تنعش الكلى، تحرك جسمه كله، لأن كل حاجة في الكتكوت دايرة بالأكسجين. دي اول حاجه. تاني حاجه لو اتعرضت لا قدر الله لمشكله، احنا ممكن في اي وقت تيجي متدخل بالحقن اللي قلنا عليها، والفيديوهات بتاعتها موجوده في الحلقات السابقه. يوم ما فيش خلاص عندك عدد صغير، هتيجي طالع على الصيدليه البشري مع نفسك كده على طول، تيجي جايب نص جرام سيفوتاكس على حسب العدد عندك، جرام 2 جرام على حسب العدد عندك. هتجيب امبول سيفوتاكس، هتجيب امبول فولوموكس، هتجيب امبول جرامايسين، تخلطهم على بعض، تحطهم على ميه تكفي نص عدد الفراخ. يعني لو عندك 50 كتكوت تبقى 25 كتكوت، وتحقن كل كتكوت نص سم. لو الكتكوت بعد عمر 10 ايام ل 12 يوم وانت طالع تبقى تحقنه سنتي. يعني لو عندك 50 تحط 50 سم ميه على الحقنه اللي احنا قلنا عليها وتحقن فراخ. في ممكن تضيف معاها لو حاسس ان الاوزان او الكتكوت حجمه صغير معاك، ممكن تضيف معاها امبول او اتنين امونوفيرا عشان تفتح معاك العظم وتقوي الجهاز العظمي والجهاز العصبي للكتاكيت. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، انت لو حافظت على دول بقى واشتغلت تحت الحقنه، احنا بنحقن مرتين في الدوره في عمر صغير وقبل العشر ايام، وبنحقن قبل عمر العشرين، وان شاء الله كده يبقى ما تعرضتش لاي مشاكل. كمان تحافظ على المعو كويس جدا، دايما تستخدم جرعه كوليستيريديا وكوكسيديا عمر 12 يوم، من يبقى عمر 12 و13 و14 وعمر 18 19 20. الجرعه دي لازم تحافظ عليها جدا عشان تحافظ معاك في المعو. نرجع بقى للخلطه. الخلطه بتاعتنا يا جماعه على حسب ظروف الفراخ. يعني مثلا انا عندي الفراخ فيها برد ووزنها متاخر، يبقى انا هروح على الصيدليه البشري اجيب برشام سيبرو، او اروح على الصيدليه البيطري اجيب سيبرو. السيبرو بينزل جرام للتر. هتحط معاه 5 سم عسل، 10 سم خل، نص جرام خميره، تحطهم على بعض. دي الخلطة دي كده للتر المية. يعني لو هتحط 10 لتر هتضرب كل حاجة في 10. تمام. هتحط الحاجة ديت، والدواء بتاعنا هيبقى برشامة لو هتجيب بشري، لو عدد صغير، كبير هتجيب جرام. تحطهم مع بعض وتكمرهم لمدة ساعتين. بعد كده تبدأ تنزلهم للفراخ على المية اللي انت حاسب عليها. يعني انت لو حاسب على 10 لتر مية، تحط الكمية دي في 10 لتر مية وتوزعها لفراخك. حطها 4 أيام. اتفرج على الفراخ، نزل الجرعة دي 3 أيام أو 4 أيام في الأسبوع، واتفرج على فراخك بإذن الله تعالى. هتشوف أحلى أوزان وأحلى فراخ، حاجات من اللي أنت بتشوفها. على عمر 28 يوم قبل ال 30 هتلاقي عندك فراخك إن شاء الله فوق الاتنين وأنت طالع، مع اجتهادك أنت، مع تظبيط حرارتك، مع تظبيط تهويتك، مع شغلك المعتاد. إن شاء الله بإذن الله تعالى تاخد كتكوت كويس، وزن كويس. بس أهم حاجة قبل ده كله، لازم تكون جايب كتكوتك كتكوت محترم، كتكوت شركة كويسة، معامل تحويله عالي علشان يساعدك، وكمان صحته ويكون مناعته قوية عشان يقدر يشيل معاك في التفاصيل دي كلها. لو عملت الحاجات دي ان شاء الله باذن الله وحافظت عليهم وجبت علف كويس من مصدر كويس، ان شاء الله باذن الله في خلال 28 يوم بالطريقه دي هتطلع فراخ متوسط 2 كيلو 200، 2 كيلو 300. كمان باقل علف، بعلف اقل من 3 كيلو للفرخ. يعني احنا معانا الناس الحمد لله اللي بيسمع الكلام ومتابعين معاه كويس وماشي معانا، بيطلع متوسط 2 كيلو و300 على 30 يوم، ب 2 كيلو ونص علف، ب 3 كيلو الا ربع علف. الحمد لله، ربنا يبارك للجميع. كمان انت ما تستغلش الكتاكيت دلوقتي لان اللحم غالي، فتوكل على الله ونزل. لو انت عاوز حابب يعني ان انت تنزل كتاكيت، اشتغل النهارده. الفتره دي احلى فتره تشتغل فيها وتنزل فيها فراخ وتخرج فيها فراخ ان شاء الله. وكمان الجو مستقر والجو دافئ حلو خالص اهوت، الحمد لله ما فيش اي تقلبات جويه والدنيا مستقره. كمان فراخ مش هتصرف معاك تدفئه ولا حاجات كبيره من دي.
يا رب اتمنى الخير للجميع واتمنى لكم التوفيق ودعواتكم دايما. بالله عليك لو سمعت الحلقه بتاعتنا اعمل لها شير واعمل لها لايك وخلي ناس كتير لو تعرف حد قول له على القناه عشان يستفاد وكلنا نرزق باذن الله تعالى. دال على الخير كفاعله. وبكده اقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.